المصرف ده بقاله سنتين الاهالي في صنباط بتعاني منه، وانا من احدى الناس اللي اتضررت منه. الارض طبعا عبت ميه وباظت. الناس بتاعه الزراعه ورئيس الجمعيه الزراعيه بصنباط، الاراضي دي كلها تبعه، وبتوع صنباط اللي ماسكين الجمعيه الزراعيه هم المسؤولين، لان هم اللي ما بيدوروش على حقوقنا. وما فيش اي واحد مسؤول جه هنا وشاف المصرف ده. حولين الماء دلوقتي على الماء البحاري، زرع بيشرب، مواشي بتشرب، كله بيشرب. عندي فطان بطاطا صغيره اهو، ايه الحل فيه؟ والترعه كلها بايظه والله، والمهندسين واقفين، واللي طالع حاجه والريحه وحشه والله العظيم، وزي ما انت شايفه، والقرف والزباله وكل حاجه. والسنه اللي فاتت في شهر 5 كنا واقفين معاهم ومفيش فايده برضه، وحزب الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. ادي البلد وادي حال البلد، اراضي بايظه وفلاحين العالم تعبت بحالها، بقت في المستشفيات ومفيش اهمال، منتهى الاهمال. واحده تيجي تقول انا مهندسه، وواحد يجي يقول انا مشرف، ويعملوا حاجه ما بيعملوش حاجه. لما الارض باظت والعالم تعبت، جه الساده المسؤولين عن الري وكسروا الماسوره وما سلكوش الماسوره، المفروض ان هم يسلكوا الماسوره، للاسف كسروا الماسوره وبقى لها سنه بتصرف في قلب الترعه، والسنه دي جايين برضو عاوزين يسلكوا الماسوره ديت المفروض ان هي تتغير عشان ما تحصلش المشكله تاني. ودلوقتي المهندس اللي مسؤول جاي بيقول هاتوا للناس الشرطه، احنا يجي لنا الشرطه؟ لا، ده المفروض ان هم اللي يدخلوا المعتقل، لان الميه بتاعت المجاري دي الناس بتشرب منها وبتدخل في الزرع، واحنا اللي بيجي لنا الامراض وبيجي لنا البلاوي، ونرجع نقول من ايه؟